الراعي الرسمي للشتاء. اول ما الشتاء بقى تيجي والمطره تمطر اجيبه واعمله، ما هو ده وقته، هو ده اللي بيحسسنا بالدفء. بس المره دي مش هعمله زي كل مره، المره دي هعمله بطريقه مختلفه جدا وطريقه تقديم حلوه وكمان حشوه مميزه جدا جدا. كمان هتغنيكي ان انتي تحطي جنبه صنف تاني لحمه او فراخ. لو جبتي منه كتير هتقدري تلفيه بكل سهوله، بدل ما كنتي بتلفيه صباع صباع وتقعدي لاخر اليوم. يلا بينا نسمي بالله. شوف مقاديرنا ايه وطريقه تحضيرنا، يلا بينا. اول حاجه معانا كوبايه كده من الرز، هكون غسلها كويس ومصفيها. تقدري تستخدمي رز مصري او الرز البسمتي زي ما انت حابه. بعد كده بقى هجيب شبت وبقدونس وكزبره متقطعين صغير. هنا بقى كان عندي كده قطع صغيره من صدور الفراخ، رحت حطاها كده ومقطعاها صغير زي ما انتوا ودي بقى اختياري، لو ما عندكيش ما تحطيش. هنا بقى احط كده ملح وفلفل وبهارات كده مشكله، وهبتدي ان انا اجيب بقى حوالي كوبايه كبيره من صلصه او عصير الطماطم تكون متسبكه معانا. هحطها كده على الخليط بتاعنا. طبعا تقدري تزودي الكميه حسب ما انتي هتعملي. هقلب بقى المكونات دي كده كويس بالشكل ده، وعايزه اقول لكم الريحه بقى يعني بصوا خطيره. هقلب بقى كويس جدا، ويلا يا حلوين يا امارات، لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والشير للفيديو، وقولوا لي في الكومنتات بتتابعوني منين. افضل اقلب بقى كويس لحد ما كل المكونات كده تندمج مع بعض، وتبصوا تلاقوا بقى ايه، بصوا لونها كده اتغير معانا وبقى بالشكل ده. تعالوا بقى هنا دلوقتي البطل بتاعنا النهارده اللي بجد بيدفينا كده ويوفينا في الشتاء، الكرنب. الكرنب يا جماعه من الحاجات الحلوه قوي اللي في الشتاء، اللي بتخلي البيت كده فيه دفى. بجيب الكرنب بكون سلقاه بالشكل ده، والورقه بتكون كبيره، بقطع العروش زي ما انتوا شفتوا كده، وببتدي اقسم الورقه نصين. طبعا حسب الكرنب، انا طبعا بعشق الكرنب الاخضر، بحبه قوي، بيبقى طعمه حلو قوي. بعمله بصراحه، في ناس بترميه بس انا بعمله. هاجي بقى هنا اقطعه كده بالشكل ده، واجيب بقى واحده وابتدي ان انا احشيها بالطول زي ما انتوا شايفين. ودي الطريقه الجديده بتاعتنا النهارده المختلفه جدا اللي هنعمل بيها صينيه الكرنب. ببتدي الفه كده بالشكل ده زي كده الزهره، وبجيب الصينيه وابتدي احطه كده في قلب الصينيه. هنا الورقه عندي متخرمه، رحت تنيتها كده 2 وابتديت ان انا احشيها بالشكل ده. الطريقه دي سهله وبسيطه. بصوا بلفه كده بالشكل ده وبيبقى سريع جدا معانا. بصوا هتخلصوا الكميه على طول، بصوا وتلفوها كده بيبقى شكلها حلو قوي، وبتبقى حلوه جدا كمان في التقديم. طبعا بقى تقدروا تعملوا الورق الاخضر والابيض، انا هوريكم في الاخر لما عملته كله بقى شكله عامل ازاي. بصوا بلفها كده وما بكترش الحشوه عشان ما يبتديش ان هو يفتح معانا اثناء طبعا عمليه التسويه. هبتدي بقى اخلص الكميه كده كلها بنفس الطريقه والشكل، وان انا بحط الرز كده مع الخلطه اللي احنا عاملينها بالفراخ حلوه جدا، والفها بقى كده. بجيب طرف الكرنب بتاعنا وابتدي الفها رول كده بالشكل ده. وادي بقى شكله بعد ما خلص معانا كله. بصوا شكله تحفه، طريقه تقديمه كمان بتبقى حلوه جدا على السفره. هنزل هنا بقى بعصير طماطم كنت مسبكاها بس مخففاها شويه عن اللي احنا طبعا حطيناها بالخلطه. خففتها بشويه شوربه، ممكن تخففيها بميه. بزود بقى عليه كمان ملح وفلفل على عصير الطماطم، وببتدي ان انا احطه كده بالشكل ده. بصوا ما بتكونش العصير مغطي الاوراق بتاعتنا، او ما بتكونش مغطيه الكرنب. قفله بقى بورق الالومنيوم كده علشان ادخله الفرن، وممكن تغطيه بغطا حله لو انت حابه. بشغل الفرن على درجه حراره 190 درجه تكون عاليه، وبدخله الفرن بيقعد معانا نص ساعه، وبيطلع بقى بالشكل والجمال اللي انتوا شايفينه. اول 10 دقايق بتبقى النار عاليه، وبعد كده ببتدي ان انا اوطي عليه. بصوا بقى الجمال والحلاوه، بجد خطير، بيبقى طعمه فوق الخيال. تقدري بقى تحطيه كده على سفرتك، بيبقى بصوا يعني بجد مختلف جدا. انا عملته وما عملتش جنبيه اي حاجة تانية، حلو جدا ومحشي بقى طبعا رز وفراخ حلو قوي. طلعت بقى واحدة كده، بيبقى شكله لطيف كمان زي ما بقول لكم في التقديم، وكمان بيبقى طعمه حلو جدا جدا ومختلف عن اللي احنا بنعمله طبعا في الحلة. طريقة بسيطة وطريقة تقديم كمان جديدة مختلفة. عايزة اقول لكم ان طعمه بجد تسويته في الفرن بجد مختلفة جدا عن الحلة على النار، بجد حلو قوي. هنا بقى قطعت لكم كده منه عشان اوريكم ان هو بيتقطع بكل سهولة، وكمان اوريكم قد ايه الرز، بصوا الحباية بحبتها ومفلفل. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. كنت معاكم مي امين، واستنوني في وصفات تانية جاية كتير.